تفتكر مين اول مهندس اتعرف في التاريخ؟ او بلاش السؤال ده عشان اجابته مش هتكون دقيقة قوي. تفتكر امتى بدأنا نستخدم كلمة هندسة؟ واصلا الكلمة دي معناها ايه؟ وهل يعني اللي انت هتقوله ده هيكون مبرر لان الكائن المهندس ده يشوف نفسه علينا او انه يبقى مغرور؟ هقول لك تعالى بس الاول كده نرجع بالزمن لورا شويتين، من اول ما الانسان رجله خطت على الكرة الارضية. كان ساعتها الحياة بسيطة جدا، كان الواحد يا دوب بيخرج يصطاد ويرجع بالفريسة بتاعته ياكل وينام، يعني من الاخر كان عايش على الصيد. لحد بقى ما ايه اللي حصل؟ لحد ما اكتشف الزراعة، ومن هنا بقى بدأت تقوم الحضارات. طب ايه اللي خلانا في عصرنا دلوقتي او في وقتنا الحالي نعرف الحضارات دي؟ سبب معرفتنا بأي حاجة قديمة هم العلماء، لان زمان قوي اللي هو اول ما الحضارات دي قامت ما كناش بنستخدم لفظ هندسة، بس كان في علماء، كان كل عالم مختص بحاجة، مثلا عالم رياضيات، عالم فلك، عالم في الطب. بس عامة كل فترة زمنية كده بيحصل تطورات. مثلا اخر تطور وصلنا له دلوقتي هو الاي اي. مين بقى السبب في الكلام اللي بيحصل ده او السبب في التطورات دي؟ هو المهندس. انا عايز اوصل للنقطه دي في الاخر. مره كده كنت قاعد على القهوه مع اصحابي، ففي واحد صاحبنا حكى لنا موقف كده. هو بيشتغل في معرض اساس مكتبي، فمره كان بيعمل شغل في مكان ما وكان بيركب مكتب او كاونتر مش فاكر يعني. فالمهم كان في مهندس مشرف على الحاجات اللي بتحصل دي، او مشرف على ان المكان ده يتسلم متشطب ومفروش وجاهز لعميل معين. فطبعا صاحبنا ده بيقول لنا ان هو بعد ما ركب المكتب المهندس جه بص على الحاجه كده وقال له خلي بالك الحته دي مش قد الحته دي، او المسمار ده مش في نفس المكان اللي في المسمار ده. طبعا الواد استغرب، يعني قال انا اصلا ما كنتش واخد بالي من اي فرق، هو ازاي خد باله؟ المهم ان المهندس طلع له متر وقاس وقال له لا فعلا في هنا نص سنتي زياده او حاجه كده يعني، لدرجه ان هو ساعتها شتم قال المهندسين دول ولاد، وهو طبعا واخد باله ان انا قاعد. فانا قلت له بس خلي بالك يعني اللي هو عمله ده مش بمزاجه، وهنعرف ليه كمان شويه. بص اللي انا عايز اقوله لك اصلا ان ايا كان اللي بيعمله مثلا مهندس مع اي حد ويبان ان هو بيفليكس عليه بقى وشايف نفسه، لا هو مش ده اللي بيحصل. هو ده بيبقى غالبا انعكاس للمهندس ده شافه في الكليه. اي حاجه مثلا هو شافها غلط هو غالبا هو غلط فيها واتعلق له عليها من الدكاتره، فتقدر تقول ان المشهد اللي هو بيعمله مع اي حد ده هو حصل معاه وغالبا بنفس الطريقه، ان ما كانش اوحش من دكتور ما. وزي ما انت بتكون شايف ان هو بيدقق في حاجات تافهه ومش اي حد ياخد باله منها، الدكتور بيعمل مع نفس الكلام. الدكتور ممكن يكلمك في 2 مللي حرفيا. الدكتور ممكن يجيب مسطره ويقيس حته لمجرد بس ان هو يعرفك ان هو عارف ان ده مش صح. لا وخد عندك بقى ده اصلا جوه الكليه ذات نفسها بيبقى في عنصريه بين الاقسام وبعضها. القسم اللي انا فيه، انا في قسم عماره، ده معروف عنه انه قسم الفرافير. للعلم بس المعلومه دي غلط، وهثبت لكم الكلام ده قدام. كده انا اصلا من هنا ورايح هعمل فيديوهات خاصه بقسم عماره. عندك برضو مثلا قسم هندسه مدنيه وهندسه معماريه، دول مش على وفاق مع بعض. يعني مهندس المدني ده يحب اي حد في الدنيا الا المهندس المعماري. اقسم لك بالله ممكن يبقى في خناقه ما بينهم على مكان عمود، لحد بقى ما الواحد بيتخرج كده من الكليه ويبدا حياته المهنيه يتسلط عليه الضوء من كل حته، من اهله، من صحابه، من المجتمع. ليه؟ لان هو مطلوب منه ان هو ما يقولش ما اعرفش، خلاص الكلمه ليها صيت. فانت بقى ما تنتظرش ان انا يكون متسلط عليا الاضواء دي واشوف حاجه غلط واسكت عليها، او ما يبقاش قدامي الفرصه ان انا فليكس عليك وما اعملش كده. انا برضو عندي واحد صاحبي كده بيقول لي ايه، هو والده مهندس، فبيقول له هندسه دي علم الله ما اعرفش. انا مش مقتنع بالكلام ده، لان ما ينفعش اقول ان انا اعرف حاجه وانا ما اعرفهاش، ده ممكن يودي ناس في 60 داهيه، فمش هبقى استفدت حاجه ساعتها. وفي النهايه طبعا انا مش محتاج اقول لك ان كل مجال وفيه الحلو وفيه الوحش، ودي مش معتمده ان المجال ده كل الناس اللي فيه مغرورين او المجال ده كل الناس اللي فيه وحشين، لان دي بتبقى معتمده على معدن الشخص من جوه. كل مجال فيه الحلو وفيه الوحش، بس هو ايه، تقدر تقول ان دي الحاجه اللي متسلط عليها الضوء فعلا. بس المعلومه بقى اللي حابب اكدها لك، احنا مغرورين. واقول لك على حاجه، بقول له يعني من الاخر بقى عليك وعلى اللي يتشدد لك وعلى الابيض وعلى امريكا كلها وعلى باراك اسامه ويلا هات يعني